اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات، واهلا بكل الاصدقاء اللي اشتركوا بالقناة. النهاردة ان شاء الله هنجمع صب. هيبقى اقوى صب ان شاء الله وصوت نقي، لان دائرة الصوت احنا اللي عاملينها بنفسنا، وهنجمعه ان شاء الله. طبعا لو رحنا نشتري اي صب هيعدي معانا 200 300 جنيه، ده ارخص حاجة طبعا، ومش هيبقى بالنقاء الصوت اللي احنا محتاجينه. لكن دائرة الصوت دي احنا مصممينها. دائرة الصوت دي هتلاقوها في فيديو موجود على القناة، هسيبه لكم في الوصف. تمام، دي دائرة الصوت هي، وطبعا وضع لها مشتت حرارة اهو كده دائرة الصوت. ودي دائرة ريسيفر عشان اخد منها التغذية من الفولتيات بتاعتها. طيب، وشاري دي ب35 جنيه اللي هي دائرة ام بي 3 اللي هي بالفلاشة بالريموت. تمام كده، ادي الريموت بتاع دائرة الام بي 3. طيب احنا دلوقتي والسماعتين دول كده من عندي. طيب احنا دلوقتي لو هنحسب الحسبة كده هنقول ان دي كده معانا 35 جنيه. تمام، و اي سي الصوت اللي احنا عاملين بيه الدايرة ده عامل 15 جنيه. طبعا المكثفات دي يعني بجنيه او ب2 جنيه مش هتفرق كتير، يعني نقول 20 جنيه. 20 و35 يبقى 55 جنيه. يبقى كده 55 جنيه، والسماعتين دول كده من عندي. تمام، ودائرة الريسيفر دي حضرتك ممكن ما تستخدمش دائرة الريسيفر، ممكن تجيب شاحن 12 فولت. انا جايب بس دي عشان 12 فولت اللي بتغذي دائرة الصوت، اللي هو اي سي اللي هو بيشتغل ب 12 فولت. تمام كده، يعني لو حسبنا الحسبة 55 60 جنيه بالكتير، وهنعمل صب محترم وصوت نقي جدا. تمام، نبدأ بقى كده نشرح التوصيل عشان نشوف يعني هنبيت المكونات دي في ايه، وهنشوف الشكل النهائي مع بعض. طب نركن السماعتين دول كده دلوقتي. تمام، والريموت هنشوف دلوقتي كده يا اصدقاء. طيب انا عندي دائرة الصوت دي تمام بتشتغل ب 12 فولت. ال 12 فولت واخدهم من دائرة الريسيفر دي او دائرة الباور بتاعت الريسيفر دي اهو. واخد سلك ال 12 فولت السالب والموجب موصلهم بالدايرة. تمام كده، دي كده خلصنا من دايرة الصوت دي. تمام، موصل هنا شاحن برضو على نفس دائرة الريسيفر على ال 220، موصلهم بالشاحن عشان يخرج معايا 5 فولت اللي هتشغل معايا الام بي 3 ده. تمام كده، يبقى انا مستغل دائرة الريسيفر او دائرة الباور بتاع الريسيفر لحاجتين: ان انا واخد جهد 12 فولت موصله لدائرة الصوت اللي احنا صانعينها دي هتغذيها معايا، وفي نفس الوقت موصل الشاحن ده طرفين ال 220 بتوع الشاحن موصلهم بال 220 بتوع دائرة الباور اللي هيخرج معايا 5 فولت الشاحن اللي هيغذي معايا دائرة الام بي 3 دي. تمام كده، طبعا دائرة الام بي 3 بتبقى فيها سوكتين. ادي السوكت التاني، السوكت ده بتاع التغذية الموجب والسالب، ونخلي بالنا واحنا بنوصل الموجب والسالب لان الكارتة دي بتتحرق بسهولة، فلازما ابقى عارف الموجب من السالب. تمام، انا خدت الموجب والسالب بتوع الشاحن وصلتهم بالسوكت ده اهو بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده التوصيل. تمام، وهنا الاطراف بتاعتي الخارج بتاع الدايرة موصلهم بالخارج بتاع دائرة الصوت دي. تمام، يعني موصلهم ازاي؟ طبعا دائرة الصوت دي مخرجة معانا سماعتين. تمام كده اهو، ده الكابل او الجاك اللي مخرج معايا السماعتين، سماعة التانية، والطرف التالت ده الارضي بتاع الدايرة. تمام كده، يبقى الدايرة دي مخرجة معانا سماعتين، التلات اسلاك هما 2 سماعة والسلك التالت ارضي وصلناهم، وموصلين التغذية للام بي 3 بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وحاطط طبعا اهم حاجة ان انا حاطط مشتت حرارة عشان الاي سي ده لو سخن معايا يبقى فيه مشتت حرارة بالشكل ده كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هي دي كده طريقة التوصيل وبكل سهولة. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا اصدقاء؟ هنشوف الخارج بتاع السماعات. الدايرة كده معانا قلنا بتخرج معانا سماعتين، ده الصوت اللي احنا هنكبره اهو من خلال الدايرة دي، وصلناه هنا اهو. تمام،
وطبعا بتخرج معايا سماعتين، ادي طرفين بتوع سماعة اهم، والطرفين التانيين بتوع السماعة التانية اهم. تمام كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا اصدقاء، وهنحط الحاجات دي في ايه؟ طبعا فكرت في اسهل حاجة، جبت طبعا علبة كرتون بالشكل ده، دي علبة كرتون بتاعة راوتر. طبعا العلبة دي شديدة معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، طبعا هي بتقفل معايا بس انا بوري حضراتكم بس. جيت هنا وفتحت اهو فتحة كده، هنشوف مع بعض. فتحت فتحة عشان اضع فيها السماعة بالشكل ده اهو، هتبقى بالشكل ده كده السماعة. تمام. وفتحت فتحة الجنب التاني برضو نفس الكلام اهي زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان هنبيت المكونات دي فيها. تمام كده. طيب قبل ما بقعد ابيت المكونات، هقول بس حاجة سريعة كده عشان حضراتكم تفهموا معايا. تمام. يبقى اهم حاجة عندي دائرة الصوت دي. دائرة الصوت دي هسيب لكم الفيديو في الوصف. دائرة الصوت دي مخرجة معايا الصوت اللي انا هكبره. تمام. ادي سماعة 2 هنا والطرف التالت ارضي. تمام كده. ومخرجة معايا الخارج بتاعي اللي هوصلهم بالسماعات اهو، ادي طرفين بتوع سماعة وطرفين تاني بتوع سماعة. يبقى الجاك ده بتاع الصوت اللي هكبره، وده بتاع خروج السماعات. تمام كده. ودي للتغذية، وزي ما شفنا كده التوصيل. تمام. هنبدأ دلوقتي كده بقى نبيت الحاجات دي كلها في العلبة دي وهنشوف مع بعض. هنركن بقى الحاجات دي كده يا اصدقاء، وهنجيب الكرتونة دي. طبعا انا فكرت في دي لان دي اسهل حاجة معايا وشكلها الى حد ما كويس. تمام. طبعا هنعتمد في التثبيت على الشمع او على مسدس الشمع زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نجيب اول سماعة دي. تمام اهو بالشكل ده كده، وهنبدأ نثبتها بمسدس الشمع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده اهو. طبعا كده بضع بمسدس الشمع زي ما حضراتكم شايفين كده يا اصدقاء، عشان نثبت معانا السماعة زي ما حضراتكم شايفين كده. كده ثبتنا اول سماعة يا اصدقاء. هنبدأ نثبت السماعة التانية بالشكل ده برضو نفس الكلام كده اهو بالشكل ده. بعد ما ثبتت السماعتين يا اصدقاء بالشكل ده اهو، والشكل التاني برضو او السماعة التانية اهو بالشكل ده، هنبدأ بقى نجيب المكونات بتاعتنا. دائرة الصوت بالمشتت، بدائرة التغذية بتاع الريسيفر، بالام بي 3 كله. هنضع هنا كده اهو بالشكل ده. ده هنا كده نثبتها، وده هنا كده اهو بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين كده. ودي طبعا هفتح لها فتحة وهثبتها من قدام من هنا كده. تمام كده. بس ده نسيبها دلوقتي. هنبدأ نثبت دول كده يا اصدقاء. جيت هنا كده يا اصدقاء من الخلف ودخلت الكابل اللي هو هيغذي الكارتة بتاعة الريسيفر، اللي هو كابل 220. تمام. عشان ده هيغذي طبعا معايا الكارتة اللي هتخرج معايا ال 14 فولت ال 12 فولت للاي سي بتاع دائرة الصوت، وهتوصل للشاحن اللي هيشغل معانا الام بي 3 ده. تمام كده. كده فاضل معانا ايه بقى يا اصدقاء؟ فاضل معانا ان احنا نثبت الدايرة دي. هنضع شوية هنا كده بالشكل ده كده اهو، ونثبت نثبتها كده اهو عشان تثبت معانا ما تتحركش بالشكل ده كده اهو.
وندي كمان نقطة لكارتة الرسيفر ده عشان سايبة كده، نديها نقطة عشان نثبتها. كده فاضل معانا حاجتين بس يا اصدقاء. التوصيل، السماعة دي مطلعة طرفين اهم، والسماعة دي برضو فيها طرفين، والدايرة بتاعتنا فيها 4 اطراف، كل طرفين اللي سماعة هنوصلهم مع بعض. الطرفين دول مع السماعة دي، والطرفين دول مع السماعة دي، وهنفتح فتحة هنا وهنشوف مع بعض. هنعمل دي كده يا اصدقاء اهو، كده سماعة كده، اول سماعة وصلناها هنوصل السماعة التانية ونشوف مع بعض. وصلت كده يا اصدقاء لسماعة اهي، والسماعة التانية اهي. هنبدأ نعزلهم بالشكرتون او اللزق وهنشوف مع بعض. بعد ما عزلنا كده يا اصدقاء ال4 اطراف بتاع السماعات هما، هنبدأ بقى دلوقتي اخر حاجة معانا، هنفتح فتحة هنا تمام عشان نثبت فيها الMP3 ده اللي هنتعامل معاه من خلال الريموت وهنشوف مع بعض. فتحت فتحة هنا يا اصدقاء، وهنبدأ نبيت دي فيها كده بقى اهو بالشكل ده، هتبقى بالشكل ده كده قدام حضراتكم اهي. هنبدأ نثبتها بالشمع هنا كده، هندي نقطتين شمع كده اهو بالشكل ده كده قدام حضراتكم عشان تثبت ما تتحركش معانا. وهندي نقطة هنا برضو بالشكل ده. بعد ما ثبتناها بالشكل ده كده يا اصدقاء قدام حضراتكم اهي، كده يعتبر احنا خلاص خلصنا كده، كل حاجة تمام ومتثبتة وكلها تمام. هنبدأ دلوقتي بقى نقفل الكرتونة بتاعتنا عادي خالص، مفيش اي مشكلة بالشكل ده كده. هاجي هنا بقى طبعا كده دي قفلت عليها، هفتح فتحة على قد الMP3 وهنشوف مع بعض. بعد ما فتحت فتحة يا اصدقاء قدام حضراتكم اهو، ده كده معانا كده احنا خلصنا كده. طبعا هحط بقى هنا كده اي مظهر جمالي كده تمام، وهنا برضو كذلك الامر. كده احنا علينا ان احنا نجرب بقى مع بعض. هنبدأ كده، ادي فيشة الكهرباء 220 هنضعها كده اهو، اشتغل معانا كده حضرات زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نضع فلاشة زي ما حضراتكم شايفينها تقلب دلوقتي اهي، قلبت اهي. هنبدأ نغير كده بالريموت اهو. طبعا يا اصدقاء انا مش هينفع اشغل اي حاجة تمام، انا بوري بس لحضراتكم، مش هينفع اشغل اي حاجة علشان حقوق الطبع والنشر، فمش هينفع ان انا اشغل اي حاجة. بس الصوت انا جربته، الصوت حاجة خرافة يعني. والسماعات دي طبعا سماعات كبيرة معايا، فالصوت صوت نقي جدا وصوت رائع يعني. بس كده يا اصدقاء ده كده كان فيديو بسيط اهو، هتقرا الفلاشة دلوقتي تمام. بس كده يا اصدقاء ده كده كان فيديو بسيط عن ازاي تقدر تجمع صب بشكل احترافي وبشكل جميل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.